ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا مرجو الاشتراك بالقناة ودعمنا لتقديم المزيد. أنا مرجو الاشتراك بالقناة من أجل فيديوهات أكثر. البارحة لعب المنتخب المغربي ضد نظيره النيجر في تصفيات كأس العالم، ورسميا تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم 2026، وعرفت المباراة سيطرة مطلقة وأهدافا غزيرة للمنتخب الوطني ضد نظيره النيجر، مع اكتساح أرضية الملعب لصالح اللاعبين المغاربة. تفوق المنتخب المغربي على نظيره النيجر ب5 أهداف ل0، سجلها بالتناوب عبد الصبيغي والكعبي وإيجامان، وفي آخر الأهداف أناحي، مع العلم أن الصباغي سجل هدفين، الأول والثاني. ورغم النتيجة الكبيرة 5-0، إلا أن المحللين العالميين الذين حللوا المباراة أكدوا على أن المنتخب المغربي ضعيف في تكتيك المباراة مع ضعف المنافس. وتم تسجيل الأهداف ال5 بعد طرد اللاعب النيجر في الدقيقة 23 من المباراة، طرد يراه المحللون على أنه خيالي ولا يستحق، وأطفأ جو المباراة. وأكد الكثير من المحللين على أن هذه المباراة هي مباراة استعراضية لا هدف لها بعد طرد اللاعب. ويرى الكثيرون على أن مباراة زامبيا في ملعب زامبيا ستكون مباراة تؤكد على قوة المنتخب المغربي، هل هو ضعيف أم هو قوي؟ وسنرى في المباراة القادمة بعد 3 أيام قوة الحقيقية للمنتخب المغربي. إذا فاز فيها المنتخب المغربي على أنها غير مهمة له وبالأداء أو النتيجة، سيؤكد المدرب وليد الركراكي على أنه يستحق تدريب المنتخب الوطني في كأس إفريقيا المنظمة ببلادنا لهذه السنة. ويرى الكثيرون على أن المدرب وليد الركراكي هو مدرب العاطفة، مدرب الحب، ليس مدرب المنتخب المغربي ومدرب كرة القدم، وهذا على حسب آراء الكثير من المتابعين والجمهور المغربي. ويرى الكثيرون على أن مباراة زامبيا خارج الديار هي المقياس الحقيقي لقوة المنتخب المغربي وأدائه والحكم عليه في تلك المباراة. منتخب زامبيا من المنتخبات المتوسطة الأداء في إفريقيا حاليا أو الضعيفة، واللعب في مباراة في ملعبها سيكون مقياسا حقيقيا على قوة وأداء المنتخب المغربي لهذه السنة، وستكون الأحكام عليه أحكاما حقيقية. وأتمنى له التوفيق، وأتمنى أن يبرهن المدرب وليد الركراكي على